بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. فيديو النهارده روتين، وحشني الروتين معاكم قوي قوي وطلبتوه مني كتير، وبشكركم جدا جدا على تعليقات الفيديو اللي فات. حقيقة انا متشكرة جدا لانه حسيت فعلا ان انا سايبة بصمة في بيوتكم، سايبة بصمة في قلوبكم. فميرسي قوي 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 قوي، وربنا يا رب يديم ما بيننا دايما الحب ده والمودة اللي ما بيننا. الروتين دايما بيبدأ بالفطار، بس انا اللي شفتوه في البداية ده كان فطاري. القرص الطرية دي ان شاء الله هعملها لكم واقول لكم تحفظوها ازاي في الفريزر، بحيث مجرد ما تحتاجيها بتطلعيها على طول وتكون موجودة تحت ايدك. الجزء ده بقى انا لانه جالي سؤال على الطاسات اللي انا كنت اشتريتها من ايكيا، الحجمين اللي بيكونوا مع بعض. الحجم ده تقريبا 22 او 24، والاصغر منها 20 تقريبا الصغيرة. الطاسات حلوة جدا يا جماعة، هي بقالها عندي 3 سنين، والسؤال كان جالي محدد كده، اللي عاملة معاكي ايه الطاسات بعد 3 سنين استخدام؟ زي ما انتم شايفين حبيت اوريكم بشكل عملي، واكتر حاجة البيض بيبين قوي الطاسة هل ما زالت فعلا محتفظة برونقها زي ما هي ولا لا. وما تبصوش للبيض ان هو بالشكل ده، انا ابني بيحب البيض سكرامبل كده، وكان بيحبه بيسميه وهو صغير اعملي لي يا مامي بيض مقطع. ف ده البيض حبيت اوريكم تجربة عملية في الطاسة عشان السؤال اللي جالي من احدى متابعاتي العزاز. بحب ابدا يومي ان اشغل الماشين او الالات اللي عندي في البيت اللي ممكن تشتغل وانا بشتغل، زي الغسالات. غسالة الملابس بشغل برنامج بفرزه اما من بالليل وانا بعمل التظبيط بتاع الحمام الليلي قبل الشاور بتاعي، واجي اظبطه احطه في الغسالة، والصبح لما بصحى بشغل الغسالة علشان ما اضطرش اسيب الغسيل في الغسالة ويفضل ريحة الغسالة مش حلوة وريحة الغسيل مش حلوة. وبعدين ادخل المطبخ علشان اشغل برضو غسالة الاطباق، كان فيها مواعين من بالليل، حاجات بواقي من العشاء، فالبرنامج ما كانش كامل، وانا ما بحبش اشغل الغسالة غير وهي بالحمولة كاملة، توفير لكل حاجة طبعا. ودي حاجات كنت غسلاها من بالليل، اللي هي الحاجات اللي مش بتدخل الغسالة او مش بحب انا اغسلها في الغسالة، بتنضفها وكل حاجة بس مش زي ما انا عايزاه. وزي ما شفتوا كده الركن ده جديد شوية، هوريكوا برضو بالتفصيل اكتر، في كذا ركن كده جديد انا عاملاه. بس احب ابدا يومي ان انا البس حاجة خفيفة تريحني وانا بشتغل، وانا حتى وانا قاعدة في البيت مع نفسي، مع الأعداد بتاعتي اللي هتشوفوها دلوقتي. برضو أحب ألبس لبس تاني غير لبس النوم، وده أفضل طبعا. يعني لبس النوم لازم يكون غير اللبس اللي انتي بتقعدي بيه طول اليوم، وغير اللي بتستقبلي بيه ضيوفك، مختلف تماما طبعا. بس أنا أحب الوقت ده أكون لابسة لبس مريح مناسب كمان، والبسي كل اللي نفسك فيه، يعني كل اللي انتي نفسك تلبسيه وانتي بره، ستريتش، شورت، أي حاجة البسيها في الوقت ده، لأنه بجد بتديكي كده فايبس حلوة يعني. وميك اب خفيف، انا احب احط روج، احب احط ماسكارا، كحل في عيني، برفيوم. الحاجات دي كلها بتخليكي انتي بتحسي ان انتي مقبلة شوية عن الحياة، وعاوزة، او بمعنى ادق يعني قادرة على انك تشوفي امور الحياة. البخاخ ده بقى مش جنرال وخل، هو حاجة بدل للجنرال، هقول لكم عليها. منظف تاني جميل قوي قوي، هقول لكم عليه ان شاء الله، بس مش في الفيديو ده لانه ما صورتش الحقيقة الجزء ده. ظريف جدا، منظف حلو جدا لكل حاجة، وسعره كويس يعني في المتناول. الجزء الخارجي في البيت اللي بيكون معرض لانه ممكن اي حد يجيلك في اي وقت، ده انا احب انه يكون على طول نضيف، وتعودتوا معايا انه دايما مدخل البيت ده جزء رئيسي في نظام يومي. كده خلاص الجزء ده بقى تمام. انا ليا بقى ركن جديد عملته لنفسي، هو الركن ده، الكرسي ده
والترابيزة الصغنطوطة اللي جنبي دي عليها المصحف بتاعي، وعليها سجادة الصلاة بتاعتي، والفانوس اللي انتوا شايفينه، كريم ايدي، و بادي سبلاش كده خفيفة جميلة بحب قبل الصلاة احطها، او في الوقت اللي انا عايزاه لو انا قاعدة بقرأ في حاجة تانية غير المصحف، او بكتب حاجة. المهم انه الركن ده بتاعي بكتب فيه وبقرأ فيه، اتابع السوشيال ميديا، اشرب قهوتي، حاجات كتير كده يعني. وشغل كمان الايد، اللي حاجات اللي هي الشغل الخرز، المفارش الخرز، ان شاء الله هوريكم وانا بشتغل ايه وبعمل ايه وطريقتي ايه في الشغل ده. دخلت بقى المطبخ خلاص، حبيبي بقى اللي تعبني. انا احب امسح الرخامات الاول واكنس الارض. ولقيت هنا في الميكرويف زي ما كنت وريتكم قبل كده، كان في ريل كنت نزلتها انه بحط ورق المطبخ ده بحطه على الطبق الميكرويف، الطبق الدوار. بيحافظ شوية على نظافة الميكرويف، وفي نفس الوقت بيسخن المخبوزات بطريقة ممتازة، مش بيخليها تكون فيها البخار والأبخرة الكتير اللي بتخرج وقت التسخين، وبالتالي بتدي نتيجة مش حلوة. بصوا بقى الركن ده حطيت فيه هنا الأباجورة دي. الركن ده لأنه عميق شوية فبيبقى ضلمة شوية وبيبقى مضايقني قوي، فكنت فكرت أركب الليد، وبعدين مش عارفة يعني، لقيت الأباجورة دي ظريفة كده، والديكور ده ظريف برضو وعجبني قوي، مريحني شوية، فقلت ده هيكون ظريف والله، وعملت الليد تمام. بشلت بقى المواعين اللي كنت شفتوها دي، شلتها في مكانها، كل اللي كان موجود هنا، علشان عايزة ارتاح من موضوع المواعين ده. شغل بقى الغسالة وتبقى كده الحاجات دي شغالة وانا بعمل حاجات تانية موجودة في البيت. انا كنت منظفة المطبخ قبل شهر رمضان تنظيف عميق جدا، كل حاجة موجودة فيه. خرجت فوط نظيفة، فوط عادية، ودي الفوط اللي كنت قلتلكوا عليها. دي الفوط دي جات لي هدية من مدام ولاء، فوط ايكواي. دي فوطة المواعين والأطباق، وبتغسل هشرح لكم دلوقتي اكتر، لكن حبيت اقول لكم ان دي ظريفة جدا، وما كنتش متخيلة ان هي يعني في فوطة ممكن تغسل من غير صابون، لكن هي فعلا جربتها وما كنتش مصدقة الحقيقة يعني. ودي فوطة الامتصاص او التنشيف، وليها استخدامات تانية كمان، لكن هي في التنشيف حلوة قوي، لان انا البرنامج اللي بشغله لغسالة الاطباق مش مفيش فيه تجفيف، وانا بحب اشغله لانه اقتصادي شوية، وبرضه بيدي نتيجة كويسة، وبياخد انواع مختلفة من المواعين، فبتطلع مش ناشفة. فهكلمكم عنها دلوقتي بالتفصيل اكتر. حطيت هنا بقى كل الحاجات، كملت الغسالة لان قلت لكم ما كانتش كاملة، وبس حاجات بسيطة كده هغسلها على ايدي سريعا، الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بس كده مش اكتر. الطاسة يمكن انا وريتها لكم وهي انا بعمل فيها البيض، لكن هي بعد ما بتتغسل الحقيقة بتبقى هتشوفوها زي ما هي، وجميلة وممتازة وحلوة جدا جدا جدا. هسيب لكم كمان الجروب الخاص بمدام ولاء اللي بتشتغل فيه على الفوط دي، فوط ايكواي. دي اول مرة استخدمها، وهي كانت هدية منها الحقيقة، وانا بقول لها ميرسي قوي عليها، حبيت تخليني اجربها. بجد انا متشكرة جدا، ومتشكرة لانها طلعت كمان ممتازة اكتر ما انتي كمان بتوصفي يا ولاء. الحاجات دي بقى هغسلها كده سريعا، علشان عايزة اوريكم الفوط بجد حلوة قوي قوي قوي، انا منبهرة الحقيقة بيها. هقول لكم هي بعتت لي ايه، ولو جبت انا كمان في حاجة كده معينة انا عايزة اجيبها، هي كانت اتكلمت عنها في الجروب، حاسة انها هتبقى مفيدة جدا كمان بالنسبة لي.
عايزة بس اقول لكم على حاجة سريعا، انه كان جاي سؤال على العناية بينا احنا، يعني اعتني بنفسي. هيكون لنا ان شاء الله حديث في الموضوع ده بأمر الله، لانه جاي سؤال عنه. بعد ما الغسالة بتخلص لازم افتح الباب، خرج شوية كده بس علشان البخار اللي بيكون جوه ما يفضلش موجود في الغسالة. طيب، عايزة بقى دلوقتي اكلمكم على الفوط بشكل مستفيض اكتر، واعرفكم تقدروا تستخدموها في ايه، واعرفكم تجربتي كمان معاها. هي بعتت لي الثلاث انواع دول. ده جوانتي التلميع تراب. عايزه اقول لكم اختراع حاجه كده وهم. انا وريتكم الريفيو ده بعد استخدامي له. يمكن كل يوم انا لابساه في ايدي وبلمع، لان احنا طبعا في الربيع وفي كل يوم بيبقى فيه هوا وفيه اتربه بتدخل البيت، فده اللي بيلمع لي البيت كل يوم. حبيت اوريكم بس من جوه. ده ظهره بتلبسيه في ايدك، فتقدري بقى تتحكمي في كل حاجة. استخدام سهل يعني. تقدري تتحركي بيه في اي مكان بتنضفي بيه. دي التعليمات بتاعته. المفروض ان هو ما بيتنشرش في الشمس. له الصابون طبعا، الالفاظ دي ليها الصابونه بتاعتها، وهي بعتها لي كمان. صابونه بتكون طبيعيه بتستخدم بتتغسل بيها، تتنشرش في الشمس، ما تتغسلش بميه سخنه، ما تتعصرش جامد. بالنسبه بقى لدي فوطه الاطباق او المواعين، هي ليها وجهين. وجه اللي انتوا شايفينه الناعم ده زي الفوطة، والوجه التاني خشن شوية، عامل زي ملمس الليف تقريبا، ليف المواعين. جميلة جدا جدا جدا. انا جربت فعلا، غسلت بيها المواعين زي الفل. وريحة الحاجات تحس ان هي ريحتها زي ريحة التعقيم. وفي غسل الخضار وتنظيف الموز ببلها مية، وهي الحاجات دي كلها بتتعامل مع المية بس. ونضفي بيها الموز، ونضفي بيها بقى الفاكهة بتاعتك والخضار وكل حاجة. والجراي دي فوطة الامتصاص للتنشيف زي ما قلتلكوا. روعة يا جماعة، حلوة جدا، بتمتص بشكل رهيب، وملمسها زي ملمس ال القطيفة. الجوانتي بقى ده زي ما قلتلكوا جميل جدا جدا. مشي بيه على كل الاسطح، على الحاجات اللي على فكرة في فوطة متخصصة للأجهزة، يعني ده أنا عرفته من الجروب بتاع ولاء. في فوطة متخصصة للأجهزة، لكن برضو الجوانتي بيساعدني برضو ان انا انضف حلو قوي. وطبعا خطير بما انه جوانتي في القيمات، الحاجات اللي هي الدقيقة قوي قوي اللي بتبقى داخلة لجوه. رائع رائع بجد. بلمع بيه حتى كمان الازاز، يعني انتوا شايفين ده ازاز المكتب، وبرضو بيخليه زي الفل. يعني حتى الازاز كمان، بما انه في كمان فوطة متخصصة للزجاج، لكن بيخليه نظيف جدا. الباب ده عندي فيه التفاصيل اللي انتوا شايفينها دي، سهل بقى بايدي كده، سهل بالجزء اللي فيه صوابعي ده امشي في الاماكن الضيقة دي، وما بيتحركش بقى، ولا الفوطة تتحرك يمين ولا شمال. جميل. وفي الصالونات، المذهب اللي بيبقى في الصالونات تحفة طبعا، لانك مش بتستخدمي اي مواد تنظيف، هو بس كده مش اكتر. عايزة تخليه يشيل الاتربة مثلا كتير شوية، بترشيه رشة مية خفيفة جدا جدا. برضو الاباجورات الحاجات النحاس بشكل عام كان ممتاز جدا، ومعايا نتيجة وكمان سهولة في التنظيف. ده شكله بعد التنظيف. بصوا، ده من تنظيف يوم واحد. انا بشكرك جدا يا ولاء، بجد هدية حلوة وجميلة وعجبتني جدا جدا. ميرسي جدا جدا بجد. نظفت بيه كمان الدواليب، كان ممتاز معايا وسهل قوي في التنظيف برضو. في كل حاجة الحقيقة جميل، هتعجبكم جدا. واي حاجة هشتريها منها منتجات ايكواي هقول لكم اكيد على استخدامي لها. الغدا النهاردة كان كشري مصري. انا بعمله كله في حلة واحدة، كل حاجة، الرز والشعرية والمكرونات والعدس، كله في حلة واحدة. هنا بصوا هو مفلفل ازاي،
وكمان كان لسه محتاج ربع ساعة كمان يكمل ويديني بقى النتيجة المظبوطة اللي احنا بنبقى عايزينها، اللي يبقى مفلفل ونتيجته تبقى حلوة يعني. كان محتاج ربع ساعة كمان. بعمله زي ما انتم شايفين في حلة واحدة. دي صوص الطماطم. هسيب لكم الفيديو عشان تشوفوا انا بعمله ازاي. وده حمص الشام برضو هسيب لكم، تعرفوا الطريقة كلها في الفيديو، هتشوفوا هتشوفوا الطريقة كلها كاملة في الفيديو، كل التفاصيل دي. فانا بقى سايباه دلوقتي على النار، يعني التاتش الاخير، يعني اخر 10 دقايق ربع ساعة. وده البصل المقلي المحمر. بصل بس، انا ما بحطلوش اي حاجة. بحط هنا ورق زبدة، وتحت الورق الزبدة ورق مطبخ عشان اتأكد انه شرب الزيت الزيادة ويكون مقرمش كمان. لو حطيتيه على ورق المطبخ مش هيبقى مقرمش، لازم يتحط على ورق ابيض بالشكل ده، ورق زبدة اي حاجة يعني. المهم ما يكونش فيه طبعا كتابات والكلام ده. السلطة انا يعني ما حطيتش لسه اي حاجة، انا قطعت بس الخضار على بعضه هنا، وباقي على انه اعصر الليمون والملح والخل. ده كان يومي النهاردة. هشوفكم ان شاء الله فيديو جديد لكليفر.